اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فرخه مشويه على الفحم في البيت بنفس طعم الفراخ اللي بتجيبوها من بره. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هنا فرخه هناخدها ونقطعها علشان نشويها، وهنا الكبده والقمص بتاعتها هنجيبها كده من الظهر، وهنشيل السلسله بتاعتها كده. نقطع ونشيل ايه اللي هو السلسله بتاعت الظهر كده. الصوره عايزه ايد جامده قويه شويه، بس هنشيلها اهي. السلسله اهي شلناها، فاضل لها شويه وشلناها بالرقبه بتاعتها اهي. تمام، هناخد بقى الفرخه بتاعتنا كده، نقطع هنا قطعه كده عشان ايه نكسرها. تمام، هننضف هنا الفرخه كده. تمام، هغسلها ثواني كده. طبعا انا كنت غسلاها اول مره، بس برضو قلت ايه اغسلها تاني، ونضغط بقى كده عليها ونكسرها. ونشوف هنا برضو عند الحتت اللي فيها عظم كلها كده نكسر، نشد الدبوس ده كده ونكسر معانا كده. بقت ايه الفرخه مفروده على اخرها. هنعمل لها كذا كذا كده ايه تشريحه كده اهو، علشان لما نحط التوابل بتاعتنا تخش فيها كلها. نقطع هنا برضو ونديله برضو ايه شرايح كده هنا اهو، وهنا كمان وكمان هنا. ونيجي على الصدر برضو نقطع له شرايح كده عشان ايه التتبيله تخش فيه اهو. نيجي على الناحيه دي برضو نديله برضو شرايح كده. ونيجي على الجناح نكسر اي حاجه فيها عظم نكسرها علشان تستوي معانا اهو. كده احنا عملنا الفرخه بتاعتنا وشرحناها وفردناها على الاخر زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنبدا مع بعض نعمل التتبيله. قطعنا الفرخه بالشكل ده. عندنا هنا ضربنا في الخلاط طماطميه وبصلايه وفلفلايه وفصين توم، هناخدهم نحطهم كده في الصينيه اللي هنتبل بيها. في حتى بصلايه ما اتضربتش كويس هنشيلها. وبعدين عندنا بقى هنا هنحط الفراخ في الصينيه كده. هنشيل دي. عندنا بقى هنا بهارات فراخ، هنحط بهارات فراخ اهي. وعندنا جنزر، توم بودره فلفل وشطه وبصل بودرة وجنزبيل وبابريكا وبصل بودره. واحنا حطينا جنزبيل قبل كده، حطينا كمان الجنزبيل. يعني البهارات بتاعتنا بصل بودره توم بودره بابريكا بهارات فراخ ملح وفلفل وشطه وجنزبيل، علشان تبقوا ايه عارفين شوية الملح دول هنحطهم كلهم كده، بس هنسيب شويه بس هنا علشان نعمل كده. تمام، هنحط بقى كمان معانا ايه سنه زيت هنا. كمان هنحط سنه من الخل بسيطه يعني مش كتير، سنه خل. وهنقلب بقى ندعك كده الفرخه بتاعتنا، نخلي كل التوابل تدخل في كل الفتحات اللي احنا عاملينها علشان الفرخه كمان تتبل كويس. التوابل ريحتها حلوه بجد تحفه، يعني ريحتها حلوه قوي. هتعجبكم قوي التتبيله دي في الفراخ المشويه، وكانكم عاملينها بره مش انتوا اللي مشوينها في البيت اهو. هناخد بقى الجنب ده ونعمل كده كاننا بنعمل لها مساج اهو، برضو ندخل جوه الفتحات
شايفين عامله زي العجينه، التوابل بقت عامله زي العجينه عشان نتبل بقى الفرخه بيها كويس قوي اهو. ناخد التوابل ونتبل كويس، نتبل جامد يعني علشان كل الاماكن اللي احنا شقيناها بالسكينه يدخل فيها التوابل. الريحه خطيره خطيره، شايفين اللون؟ يا سلام يا سلام بجد على الجمال، والله لونها تحفه وريحتها يعني لو عارفه اوصلها لكم كنت وصلتها. دلوقتي هنحط الكبده والقنصه معاها عشان برضو يتبلوا، وهنشوها بعد شويه. لما تتبل هنسيبها حوالي ساعه او ساعتين لحد لما تتبل ونرجع نشوها مع بعض. حطينا الفراخ على شبكه الشوي كده وولعنا الفحم وجهزناه، ودلوقتي احنا هنشويها. هي دلوقتي على النار، حاطينها طبعا على الفحم وبنهولها كده علشان تستوي معانا وتتشوي كويس، وهنفضل نشوي فيها لما يخلص الجنب ده يستوي. هنقوم قلبين الشبكه على الناحيه التانية وهنوريها لكم واحنا بنقلبها، وبعدين نوريكم شكلها النهائي بعد لما تستوي. دلوقتي هنقلب الفرخه على الناحيه التانية بالشبكه كده اهي، شوت على الاخر اهي شايفين. دلوقتي كده وهنعمل ايه، هنهوي عليها علشان تتشوي من الناحيه التانية، وبعدين كده تبقى تكون استوت، وبعدين نوريكم بقى شكلها واحنا بنقدمها في الشكل النهائي. استنوني. رجعنا بعد ما خلصنا وشوينا الفرخه بتاعتنا شكلها تحفه كده زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.